ايه هو الجنريتور وازاي بيشتغل المولد الكهربائي؟ فكرة عمله يا معلم، المولد بيحول الطاقة الميكانيكية اللي بتكون من المحرك الديزل او البنزين او التوربين الى طاقة كهربائية. بيعتمد على مبدأ الحركة داخل المجال المغناطيسي تولد كهرباء. المكونات الرئيسية في المولد يا باشا، المحرك هو مصدر اللي بيدي الحركة سواء بنزين او ديزل او غاز. الاي سي ده الجزء اللي بيحول الحركة لكهرباء. منظم الجهد الاوتوماتيك فولتج ريجوليتور بيحافظ على الجهد الثابت. لوحة التحكم والكنترول بانل فيها العدادات وزرار التشغيل. نظام التبريد والعادم يمنع السخونة وبيخرج الغازات والغبار. نظام الوقود تانك مضخة وخطوط تغذية. المميزات في المولد يا باشا، مصدر طاقة بديل وقت انقطاع الكهرباء ومناسب للأحمال الكبيرة اللي اليو بي اس ما يقدرش يشيلها. وطبعا هو أكيد كل حاجة فيها ميزة أكيد فيها عيوب، فعيوب الصوت العالي والاهتزاز ومحتاج وقود وصيانة دورية. مثال عملي عليه بيكون موجود في المستشفى لو الكهرباء قطعت. اوتوماتيك ترانسفير سويتش بيشغل المولد اوتوماتيك خلال ثواني عشان الاجهزه الطبيه ما تقفش. سؤال نهايه الحلقه، لو عندك مولد قدرته 50 كيلو فولت امبير، تفتكر يقدر يشغل حمل فعلي كام كيلو واط؟ وهل فرق معامل القدره باور فاكتور بيفرق في الحساب؟ اكتب لي اجابتك في كود. لو شايف ان الشرح بسيط ومفيد، ما تنساش تدعمني بلايك ومتابعه عشان يوصلك كل جديد.